السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو بتاع النهاردة هنتعلم ازاي ننشئ صفحة متابعين على الفيسبوك. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو انت لسه ما اشتركتش في القناة انزل دلوقتي اشترك في القناة وفعل الجرس ودوس على اللايك عشان يوصلك اشعار اول ما ننزل فيديو جديد. يلا بينا نروح اشرح. اهلا بكم مرة تانية. بعد كده بنروح نفتح الفيسبوك وبنروح على 3 شرط اللي هما تحت بعضهم دول. بعد كده بنروح على الصفحات، نضغط عليها وبنيجي رايحين على كلمة انشاء، نيجي دايسين بدء الاستخدام. بعد كده هنا بتكتب اسم الصفحة، انا هكتب اسم صفحة القناة بتاع اليوتيوب، ونيجي دايسين التالي. بعد كده هنا بتختار الفئة اللي انت تشتغل عليها. ممكن هنا تقدر انك تبحث عن فئة اللي انت هتشتغل عليها، او تقدر تختار فئة من اللي هو محددها لك تحت هنا دي. انا هختار ال3 وهاجي دايس على انشاء. بعد كده بيفتح معاك صفحة بالشكل ده. هنا تقدر تحط سيرة ذاتية ليك. هنا تقدر تحط يا اما مدونة، او لو انت ما عندكش مدونة تقدر انك تحط رابط القناة بتاع اليوتيوب بتاعتك. هنا تضيف البريد الالكتروني بتاع الحساب، هنا تضيف رقم الهاتف، هنا تحط العنوان، هنا تحط المدينة بتاعتك، وهنا تكتب الرمز البريدي بتاع المدينة بتجيبه من على جوجل. هنا لو انت بتنزل فيديوهات او بتنزل المحتوى بتاعك بس مش في ميعاد معين، تقدر انك تدوس على اول واحدة. لو انت بتنزل كل يوم فيديو تقدر انك تحدد التانية. لو انت بتنزل فيديو في ميعاد معين تقدر انك تدوس على التالتة وتحدد براحتك. انا دلوقتي هروح املى البيانات دي واجي دايس على التالي. بعد كده يبدأ يفتح معاك صفحة بالشكل ده. هنا بتقدر انك تختار صورة الملف الشخصي و... وتقدر انك تعدل زر الاجراء. نيجي احنا على تعديل زر الاجراء، نيجي دايسين على جرب. عشان اعمل قناة على اليوتيوب هنيجي دايس على مشاهدة الان واجي دايس على التالي. بعد كده بتقدر هنا تضيف رابط قناتك بتاعت اليوتيوب. انا هضيف رابط بتاع القناة وهاجي دايس على حفظ. بعد كده هنيجي دايسين على التالي. هنا دي بتكتب رقم الهاتف عشان يقدر جمهورك يقدر يتواصل معاك او يبعتولك رسالة على الواتساب. لو انت مش عايز تضيف رقمك دي اختياري، تقدر انك تدوس تخطي. بعد كده هنا تقدر انك تضيف اصدقاء من عندك من على الفيسبوك، تبعت لهم دعاوي عشان يقدروا انهم يدخلوا على القناة بتاعتك ويتواصلوا معاك. بعد كده نيجي دايسين على التالي. بعد كده نيجي دايسين تم. بعد ما ننتهي من انشاء الصفحة بروح على ال3 نقط اللي جنب بعضهم دول، ندوس عليهم. بعد كده بنيجي رايحين على تعديل. هنا لو انت عايز تغير صورة الملف الشخصي، عايز تغير الغلاف، هنا عايز تغير السيرة الذاتية. بعد كده بنيجي رايحين على تعديل في التفاصيل. هنا لو انت عايز تغير الفئة، عايز تضيف عنوان، عايز تضيف رقم الهاتف، تضيف بريد الكتروني، تضيف منطقة خدمة. هنا عايز تضيف ساعات. بعد ما تخلص بتيجي دايس على حفظ. هنا عايز تضيف الهوايات. هنا لو انت عايز تضيف روابط تيك توك، يوتيوب، روابط بتاع مواقع تانية انت شغال عليها عايز تضيفها. هنا دي بنروح على عرض المزيد. هنا لو انت عايز تحدث الموقع بتاعك، عايز تضيف رقم الهاتف، عاوز تضيف ساعات عمل، كمان تقدر انك تدعو اصدقاء عشان يسجلوا اعجاب بصفحتك زي ما انتم شايفين. هنا بتضيف صورة ملف شخصي عشان تقدر انك تكمل
الخطوة دي تضيف صورة ملف شخصي، تضيف صورة غلاف، تكتب السيرة الذاتية، وبكده أكون أنشأت صفحة الفيسبوك. هنا لو عايز تشوف صفحتك زي ما بيشوفها الناس غيرك، زي ما انت شايف تظهر معاهم بالشكل ده. هنا سجل النشاطات. هنا تقدر انك تدير منشوراتك، إدارة الإشعارات، إدارة التفاعل، عرض المجموعات والمناسبات ومقاطع ريلز. تقدر هنا عرض معلومات الملف الشخصي، تقدر انك تشوف اخر حاجة انت حطها على الملف الشخصي، اخر تعديل عملته. هنا عمليات التواصل. هنا إدارة المنشورات، المنشورات اللي انت نزلتها. مراكز الخصوصية. هنا تقدر انك تزود الامان بتاع الصفحة بتاعتك زي ما انتم شايفين. لو رحنا هنا على إدارة، هنا بيديك بيعرفك المحتوى بتاعك، التفاعل، عدد مرات الظهور، صف المتابعين، وصول المنشورات. هنا تبدأ انك تعرف تحليل الأرباح بتاعتك. هنا مراكز الإعلانات. هنا تقدر انك تدعو أصدقاء عشان يتابعوا صفحتك. عجبك الفيديو بتاع النهارده ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتدوس على لايك عشان يوصلك اشعار اول ما ننزل فيديو جديد. اشوفكم في فيديو جديد.